عروض كثيره كتنهال على النجم ديال المنتخب المغربي ونادي ويست هام الانجليزي نايف اجرد. نايف اجرد في العمر ديالو 27 سنه كيتعتبر حاليا من افضل المدافعين اللي كاينين في العالم، واللي بزاف ديال الانديه كترغب انها تتعاقد معاهم في الانتقالات الصيفيه القادمه. اللاعب اللي بدا من الفتح الرباطي وتدرج في اكاديميه محمد السادس واحترف ايضا في الدوري الفرنسي، اللي راكم في التجربه ديالو الخبره ديال سنين، واللي خلاته حاليا من افضل المدافعين اللي كاينين في العالم. لاعب اللي كيقدم اداء واعر مع ويست هام الانجليزي، وماشي انا اللي كنقول، الاحصائيات ديالو والارقام اللي كيحققها مع النادي هي اللي كتخليني نقول هذه الهضره هذه، واللي منها انه تاهل النهائي الدوري المؤتمر الاوروبي مع الفريق، وكان سبب من الاسباب ديال التاهل هذا. هذا الشيء هذا اللي خلى بزاف ديال الانديه الانجليزيه وايضا الاسبانيه والايطاليه ايضا كتحط من اولوياتها الانتقالات الصيفيه انها تقدم عرض للنجم ديال المنتخب المغربي، خصوصا بعد التالق ديالو مع المنتخب المغربي. من بين هذه الانديه هذه اللي باغيه تتعاقد مع النجم ديال المنتخب المغربي كنلقاو النادي العريق، النادي الانجليزي ليفربول اللي كتوجد انها تقدم عرض رسمي للاعب المغربي في الانتقالات الصيفيه. من غير ليفربول كاينه ايضا روما الايطالي، حتى هو بدا الاهتمام ديالو بانه يقدم عرض للنجم ديال المنتخب المغربي. ايضا اي سي موناكو الفرنسي مهتم باللاعب. وايضا كنلقاو في الدوري الانجليزي كنلقاو ايضا نادي نيوكاسل الانجليزي ايضا مهتم بالتعاقد مع النجم المغربي في الانتقالات الصيفيه القادمه. وانت شكون هو الفريق اللي كتظن ان اللاعب المغربي ديالنا ممكن انه يمشي ويتالق فيه ويزيد يطور من راسو؟ وهادشي هذا اللي غيرجع بالنفع للمنتخب المغربي. نتمناو انه يبقى متالق اللاعب ديالنا الخلوق نايف اجرد، وان شاء الله الموسم الجاي نشوفوه في احد الفرق العالميه اللي كتنافس على دوري ابطال اوروبا، لان اللاعب يستحق مؤهلاته طبعا.